رسميا ريال مدريد يتواصل لاتفاق مع رودري. اتفاق شرف يؤجج تحرك ريال مدريد لضم أوليس، أول لاعب يطرده مورينيو من ريال مدريد. السلام عليكم مدريديستا، هذه أبرز عناوين نشرة أخبار اليوم. وإذا كنت من محبي ريال مدريد لا تنسى الإعجاب بالنشرة والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد يوميا. ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رسم الملامح النهائية لتشكيلة ريال مدريد، حيث أجرى سلسلة من الاجتماعات الفردية والجماعية مع عناصر الفريق للوقوف على أدوارهم ومناقشة الرؤية الفنية للمرحلة القادمة داخل ملعب سانتياغو برنابيو. ووفقا للتفاصيل التي أوردتها أرانشا رودريغيز، فإن التقييم الفني انتهى إلى الاستقرار على إعارة بعض العناصر الشابة لمنحها فرصة المشاركة بانتظام، حيث يبرز الثنائي فرانكو ماستانتونو وراؤول أسينسيو كأبرز المرشحين للخروج على سبيل الإعارة. في المقابل تتجه النية نحو الإبقاء على المهاجم غونزالو غارسيا ضمن القائمة الأساسية للفريق الأول ليكون أحد الخيارات الهجومية المتاحة. وعلى صعيد سوق الانتقالات، أوضحت صحفية كوب أن إدارة ريال مدريد حددت ضابطا صريحا لإبرام أي تعاقدات إضافية، حيث تشترط الإدارة رحيل أحد اللاعبين من التشكيلة الحالية أولا كشرط أساسي وقبل اتخاذ أي خطوة رسمية نحو ضم عناصر جديدة، وذلك للحفاظ على السقف المالي والتوازن الهيكلي لغرفة الملابس. كد الصحفي ألبرتو بيريرو أن المدير الفني لريال مدريد جوزيه مورينيو أبلغ راؤول أسينسيو بشكل مباشر بأنه لا يعتمد عليه في الموسم المقبل، وأن الخيار الأفضل بالنسبة له هو الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية. وتشير التقارير إلى أن هناك عدة أسباب دفعت مورينيو لاتخاذ هذا الموقف، أولها تراجع مستوى أسينسيو بشكل واضح منذ بطولة كأس العالم للأندية، حيث لم يقدم الأداء المنتظر منه، بينما يبحث المدرب عن لاعبين قادرين على الحفاظ على مستوى ثابت طوال الموسم في ظل المنافسة على جميع البطولات. السبب الثاني يتعلق بالانضباط داخل الملعب، إذ حصل اللاعب الموسم الماضي على 7 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين خلال 38 مباراة، وهو معدل مرتفع بالنسبة لمدافع. ويعتقد أن مورينيو يفضل الاعتماد على لاعبين أكثر هدوءا وثباتا في المواقف الصعبة. أما السبب الثالث فهو أن أسينسيو لا يحتل مركزا متقدما في ترتيب المدافعين داخل الفريق بحسب ما يتم تداوله في التقارير، حيث يتقدم عليه كل من روديغر وهويسين وكوناتي وميليتاو، مع وجود أسماء أخرى قد تنافسه أيضا على دقائق اللعب. كما أشارت التقارير على أن اللاعب لا يزال مرتبطا بقضية قانونية تعود إلى فترة لعبه مع الكاستيا، وهي قضية لم تحسم حتى الآن. ويقال إن استمرار هذه القضية إضافة إلى الهتافات والانتقادات التي يتعرض لها في بعض الملاعب بسببها قد أثرت على تركيزه ومستواه، مع التأكيد على أن القضية لا تزال منظورة ولم يصدر فيها حكم نهائي. وفي حال صحة هذه المعطيات فإن مستقبل راؤول أسينسيو مع ريال مدريد يبدو غامضا، وقد يكون الرحيل هذا الصيف هو الخيار الأقرب إذا لم تتغير قناعة الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة. وضع ماتياس استيرهازي حداً للتكهنات والشائعات التي ربطت دومينيك سوبوسلاي بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث شدد على أن موكله لا يريد الرحيل عن ليفربول في الوقت الحالي. وقال استيرهازي في تصريحاته التي نشرتها صحيفة آس: عندما يكون لديك لاعب مثله فإن الشائعات حول الأندية الكبيرة أمر طبيعي تماماً، لكن لم يكن هناك أي أساس لهذه الشائعات. أما بخصوص مستقبله فلا يمكن مناقشته رسميا إلا بيني وبينه. في النهاية جدد عقده، وهذا يوضح رغبته الحقيقية لأنه لم يجبر على ذلك. وتوضح تصريحات وكيل النجم المجري أن انتقاله إلى ريال مدريد أمرا مستحيلا لأكثر من سبب. أولا، لأن اللاعب جدد عقده مع ليفربول قبل أشهر قليلة ليستمر معه لفترة طويلة تمدد حتى عام 2031. ثانياً، ليفربول لن يترك لاعبه بسهولة لأهميته بالنسبة للفريق، وكذلك للرقم الكبير الذي سيطلب من أجله، حيث تتخطى قيمته السوقية حالياً
100 مليون يورو. ثالثاً، يهتم ريال مدريد أكثر بالحصول على لاعب وسط ارتكاز أو دفاعي لتعويض هبوط مستوى الثنائي أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا، ولذلك يأتي رودري لاعب مانشستر سيتي ضمن أولوية اللاعبين المطلوبين في الفريق. يواصل ريال مدريد متابعة موقف الفرنسي مايكل أوليس جناح بايرن ميونخ تمهيداً لمحاولة ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن المفاوضات لم تتجاوز مرحلة الاهتمام بسبب اتفاق قائم بين الناديين. وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن ريال مدريد وبايرن ميونخ توصلا في وقت سابق إلى اتفاق غير مكتوب يقضي بعدم التواصل مع أي لاعب من الفريق الآخر قبل إخطار ناديه رسمياً، وهو ما أوقف أي تحرك مباشر من جانب النادي الإسباني حتى الآن. ويأتي اهتمام ريال مدريد بأوليس بعد الموسم المميز الذي قدمه مع بايرن، إضافة إلى تألقه اللافت مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 7 تمريرات حاسمة. وأشار التقرير إلى أن كيليان مبابي لعب دورا في محاولة إقناع مواطنه بالانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو، مستغلا تجمع المنتخب الفور إيفر كما كأس العالم. كما أبلغ إدارة ريال مدريد برغبة أوليس في ارتداء القميص الأبيض. ورغم ذلك لم يتواصل ريال مدريد بشكل رسمي مع بايرن ميونخ أو مع ممثلي اللاعب، التزاما بالاتفاق القائم بين الناديين، ما أبقى الملف في مرحلة الانتظار. في المقابل يعمل بايرن ميونخ على إغلاق الباب أمام رحيل نجمه، إذ بدأ مفاوضات مع اللاعب لتجديد التزامه بالمشروع الرياضي، إلى جانب تحسين عقده من خلال رفع راتبه السنوي إلى نحو 25 مليون يورو. ومن المنتظر أن يعقد أوليس اجتماعاً مع مسؤولي بايرن ميونخ خلال الأيام المقبلة لحسم موقفه من الاستمرار أو طلب الرحيل، وهو ما قد يحدد مستقبل الصفقة ويمنح ريال مدريد فرصة للتحرك رسمياً إذا قرر اللاعب مغادرة النادي البافاري. أكدت صحيفة فوت ميركاتو أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق أولي مع النجم الإسباني رودري حول الشروط الشخصية، في خطوة مهمة تقربه من الانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب التقرير فإن اللاعب أبدى موافقته على مشروع ريال مدريد، ولم يتبقى الآن سوى التوصل إلى اتفاق رسمي بين إدارة النادي الملكي ومانشستر سيتي، الذي لا تزال المفاوضات معه مستمرة لحسم قيمة الصفقة وصيغتها النهائية. إدارة ريال مدريد ترى أن رودري هو القطعة التي يحتاجها الفريق لتدعيم خط الوسط بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني، لذلك تعمل على إنهاء المفاوضات في أسرع وقت ممكن. ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي حتى الآن، فإن جميع المؤشرات تؤكد أن الصفقة دخلت مراحلها الحاسمة، وإذا أسارت الأمور كما هو مخطط لها فقد يتم الإعلان عن انتقال رودري إلى ريال مدريد خلال الأيام المقبلة.